مش دايما تفكيرنا في حتمية الموت حاجة وحشة، ممكن تكون حاجة إيجابية جدا وبتأثر بالإيجاب على قرارات مهمة ومصيرية في حياتنا. زي مثلا اوعى تموت وانت لسه ما عملتش حاجة بتحبها، اوعى تموت وانت لسه بتاخد قرارات مبنية على حاجات انت عارف انك مش المفروض تاخد القرار بناء على الحاجة دي. الحياة أبسط من كده بكتير. ببساطة انت هتموت، كل ده هينتهي، مش هيبقى موجود تاني. مش جاي اجيب لك اكتئاب او اخليك تتشائم من الحياة، فكرة وجود نهاية للحياة اصلا هو اللي مديها طعم. انا بس عايزك تفكر نفسك انت هنا ليه. على فكرة لما تبص لها كارقام فانت وقتك محدود، اليوم اللي بتعيشه مرة واحدة بس. لو ربنا مش مديك الاختيار عمره ما كان هيطبق عليك الثواب والعقاب. في حاجات خارج نطاق سيطرتنا مظبوط، بس طريقة التعامل معاها ده اكيد في ايدينا. فكر نفسك دايما ان كل قرار بتاخده عشان احنا هنموت، مش هنبقى موجودين تاني. تاخده عشان هي فرصة واحدة بس اللي هتعيش القرار ده. اوعى تضيع الفرصة دي من ايديك، لان هي دي اعظم هدية الموت بيديها لنا.